هذا ما يطير خاف. هذه إلى 5 أيام الطير هذه أكيد، ولا إلى 4 أيام. شايفين اللي في راسه في شيء معلق في رقبته اللي مخليه ما يطير. واضح انه هزلان وما يستطيع يطير، في شيء معلق في رقبته. احنا نحاول نمسكه. عصا مربوط فيها خيط، والخيط مربوط فيها سنارة، والسنارة جوا حلقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما تحرك العصا كل ما السنارة شابكة من جوا ما تطلع. ايش اللي سواه الطائر هذا؟ ان كنت تعذبه بالطريقة هذه يعني. الانسان اللي سوى هذا ما عنده رحمة. ان شاء الله حنا نحاول نشوف لنا احد يحاول معنا يطلع السنارة هذه. هذه سنارة يضعون فيها الطعم ويربطون فيها خيط وفي حطبة، فيبتلعها الطير فتنشبك في حلقة، فتفضل العصا تنهز يمين وشمال. فكل ما تنهز فتل في السنارة فتعذب في الطير. فالإنسان اللي سوى هذا ما عنده رحمة، وهذه طريقة يعني تعذيبية. الطير أخذ طبعا 2 3 فأثرت معه في الشرب والأكل، فهزل وما استطاع يطير. السلام عليكم. هذه حقت سنارة كر. طبعا جاء رفيقي هذه إن شاء الله نطلعه بعون الله، إن شاء الله بعونه. يا الله، هذه بعيدة جوا خالص. هذا شابط جوا كيف الحلق جوا. لا أنا شايف السنارة، أنا شايف السنارة بس تطلع كيف. استعدلها زين. لا إله إلا الله. هذا السنارة. تاخذ هيبة اطلق. طبعا هذه سنارة يستخدمونها الصيادين في صيد الطيور المائية، يعني فالبط والبلسون فيضعونها في المية ويحطون في السنارة هذه. طبعا يربطون فيها خيط ويضعون في السنارة هذه طعم، فيجي الطائر هذه وهو يرعى فيبلع الطعم، فالسنارة تنشبك في حلقة. طبعا هذه بلسون، طائر بلسون، فيفضل دائما المي. نحاول نطلقه في البركة هذه. طبعا نريد المستنقعات اللي هنا، نطلقه هنا يشرب وإن شاء الله يتعافى ويروق إن شاء الله.